بسم الله الرحمن الرحيم. مع تكملة أفكار توصيل المقاومات الكهربية على التوالي وعلى التوازي. هنا بنتكلم عن بعض الأفكار المرتبطة بتوصيل المقاومات على التوالي وعلى التوازي. هي عبارة عن أفكار عشوائية، أفكار كده ورا بعض بتيجي معاك في وسط الأسئلة. مثلا أول فكرة بيقول لك لو طلب مقاومة بين نقطتين نعمل إيه؟ يعني إيه كلمة طلب مقاومة بين نقطتين؟ طلب مقاومة بين نقطتين يعني ما رسمليش بطارية في الشكل، بس قال لي انك معاك نقطتين احنا عاوزين المقاومه بينهم. اول مثال عندنا بيقول لك احسب المقاومه بين A و B. الطالب بيحل المثال ده غلط ازاي؟ طلبه كتير جدا يقول لك انا عندي هنا مقاومه R وهنا مقاومه R وR مع بعض على التوازي، مع الR والR على التوالي، يعني المفترض المقاومه 2.5R. 2.5R دي اجابه خاطئه 100%. طب خاطئه 100% ليه؟ تعال اقول لك، صل على النبي. اولا هو طالما طلب منك مقاومه بين نقطتين، الصح انك توصل بين النقطتين دي بطاريه. فانت لو وصلت بين النقطتين اللي هو بيكلمك عنهم بطاريه هتجد ايه؟ هنجد الاتي، ان من A لغايه لما اوصل ل B انا عندي 3 فروع. فرع هنا بR، وفرع هنا بR، وفرع من هنا لغايه لما اوصل ل B ب2R. اقولهم تاني، من النقطة A للنقطة B أنا عندي هنا فرع قيمته R، وعندي هنا فرع قيمته R، وعندي من هنا لغاية لما أرجع للنقطة تاني فرع R وR 2R. يبقى إحنا معانا 3 فروع على التوازي، R وR و2R. المقاومة المكافئة علمتك المرة اللي فاتت تجيبها إزاي بدلالة الR. قلنا هنقول 1 على 1 زائد 1 على 1 زائد 1 على 2 الكل أس سالب 1. كل ده إيه بقى؟ R. يعني المقاومة المكافئة في النهاية هتطلع 4/10 R. ده إزاي تجيب مقاومة مكافئة بين نقطتين؟ النقطتين دول ما وصلتش بينهم بطارية، فنعمل إيه؟ الإجابة هنا إن إحنا هنوصل بينهم بطارية. يبقى هو لو رسم لك مجموعة من المقاومات من غير ما يرسم بطارية وقال لك انا عاوز المقاومه المكافئه بين نقطتين معينين، احنا هنوصل بين النقطتين دول بطاريه. مثلا في المثال اللي قدامنا ده مضلع ا ب ب ج د او A B C D. المضلع ده فيه 4 مقاومات. طالب مني المقاومه بين النقطتين A و B. لما اجيب المقاومه بين A و B اعمل ايه؟ من الاخطاء اللي الطلبه بتعملها ان هو بيوصل بطاريه جوه الفرع. ده طبعا خطأ كبير جدا. امال الصح ايه؟ الصح انك بتوصل بطاريه خارجيه بالشكل ده، عمود اسف. نجد ان من النقطه A للنقطه B انا عندي فرعين. الفرع الاول ب6، وهنا فرع كبير قوي ب12، 3 و4 و5. فالمقاومه المكافئه هنا هتساوي 6 في 12 على 6 زائد 12. 6 في 12 على 6 زائد 12 بيساوي 4 أوم. إذا المقاومة المكافئة بالشكل بيساوي 4 أوم. نروح للفكرة الثانية. الفكرة الثانية بيقول لك إيه؟ أولاً شدة التيار عكس مع المقاومة. يعني إيه الفكرة دي؟ بصوا يا شباب، هي الفكرة دي واضحة جدا من قانون أوم، بس بستفيد منها في إيه؟ كتير جدا من الأحيان بدل ما يطلب مني في مجموعة أشكال يقول لي دور على الشكل اللي فيه أكبر مقاومة، يقول لي دور على الشكل اللي هيمر فيه أقل شدة تيار. أو بدل ما يقول لي دور على الشكل اللي فيه أقل مقاومة يقول لي دور على الشكل اللي فيه أكبر شدة إيه؟ تيار. أو بدل ما يقول لي رتب لي مجموعة مقاومات حسب قيمة المقاومة تصاعديا يقول لي رتبهم لي حسب قيمة التيار تنازليا. فلازم ناخد بالنا هو بيطلب ان احنا نرتب حسب المقاومة ام حسب شدة التيار. لو معاك مضلع به مقاومات وعاوز طبعا احصل منه على اقل مقاومة اعمل ايه؟ طبعا معروف بالنسبة لنا ان في التوصيل على التوازي المقاومة المكافئة اصغر من اصغر مقاومة. في التوصيل على التوازي المقاومة المكافئة أصغر من أصغر مقاومة. وبالتالي أنا لو معايا مضلع، المضلع ده فيه مجموعة مقاومات وعاوزني أحصل منه على أقل مقاومة، طب بكل بساطة إحنا هنوصل المصدر بين النقطتين
اللي بينهم اقل مقاومه. وبالتالي انا عندي مضلع زي ده A B C، بيقول لي ما النقطتين اللتين يجب توصيل المصدر بهما ليمر اكبر شده تيار. كلمه يمر اكبر شده تيار ده يكافئ اقل مقاومه. طب ماشي، عشان احصل على اقل مقاومه زي ما قلت لك المفترض في التوصيل على التوازي المقاومه المكافئه اصغر من اصغر مقاومه. الفروع اللي معايا ايه؟ الفرع اللي معايا فرع زي ده مقاومته 2 اوم، فرع زي ده مقاومته 1 اوم. هنا بقى 1 و1 توازي بنص، فبالتالي الافرع هنا اقل مقاومه هنا مين؟ اقل مقاومه هنا ببساطه جدا هي المقاومه اللي ما بين بي وسي، لان هي نص اوم. في الحاله دي انا لو وصلت المصدر بين النقطتين بي وسي انا هحصل من الشكل ده على اقل مقاومه، بالتالي هحصل على اكبر شده تيار. فالخلاصه ان لو معاك مضلع به مقاومات وعاوز تحصل على اقل مقاومه تعمل ايه؟ وصل المصدر بين النقطتين اللي بينهم اقل مقاومه. ببساطه هنوصل المصدر بين النقطتين اللي بينهم اقل مقاومه. النقطه الرابعه، غلق اي مفتاح وفتح اي مفتاح. خدها عندك قاعده ثابته للابد. اي دايره كهربيه فيها مقاومات وفيها مقاومات توازي، غلق اي مفتاح في اي موضع في الدايره الكهربيه يقلل المقاومه. غلق اي مفتاح في اي موضع جوه الدايره الكهربيه يقلل المقاومه، والعكس صحيح. فتح اي مفتاح في اي موضع في الدايره الكهربيه يزود المقاومه. فاحنا هنقول هنا ان غلق اي مفتاح يقلل من قيمه المقاومه، طب فتح اي مفتاح يزيد من قيمه المقاومه. امال انت سايب الحته الفاضيه دي ليه يا استاذ؟ عشان اكيد اكتب فيها حاجه زياده. ايه الحاجه الزياده؟ ان هقول ان فتح اي مفتاح يكافئ احتراق مصباح. فانت لو بتفتح مفتاح كانك بتحرق مصباح، والعكس حرقت مصباح. فعلى سبيل المثال المفتاح كي واحد لو قفلته الاميتر يحصل له ايه؟ بكل هدوء انت قفلت كي واحد، ما دام قفلت مفتاح يبقى انت قللت المقاومه. طبعا اسف هنا مقاومه كهربيه لانه كده بقى مفتاح عديم الفايده. قفلت مفتاح هنا مقاومه وهنا مقاومه، لما اقفل المفتاح كي واحد كده المقاومه قلت، المقاومه قلت يبقى الاميتر يزيد. طب لو فتحنا كي 2، فتحنا كي 2 اسف برضه هنا مقاومه كهربيه نسينا نرسم. فتحنا مفتاح، في الحاله دي لو المفتاح مغلق واحنا فتحناه كده المفترض ان المقاومه تزيد فالاميتر يقل. طب لو بدل ما يقول لي غلقنا او فتحنا قال لي حرقنا المصباح اكس، حرقنا المصباح اكس يبقى احنا زودنا المقاومه، زودنا المقاومه يبقى احنا قللنا شده التيار. النقطه الخامسه، البطاريات والاعمده. هو انت لما تلاقي عنصر واحد ده اسمه عمود، لما تلاقي اكثر من عنصر دي بطاريات. يبقى هو عنصر واحد بيبقى اسمه عمود، عنصرين او اكثر بطاريات. السؤال هنا تلاحظ انك موصل موجب مع سالب. انت عندك في البيت مثلا الحجاره بتاعت الرمود بيبقى العلبه بتاعتها عامله كده. العلبه دي لما بنيجي نوصل جواها الحجاير بنعملها كده، ده موجب وسالب، ونيجي هنا نعمل خلف خلاف سالب وموجب. ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل ان دي بتبقى 1.5 فولت ودي 1.5 فولت، كده اجمعهم على بعض يديني 3 فولت فالبطاريه تشتغل. اما لو واحد عملها العكس وقال مثلا ان احنا هنشيل البطاريه هنا ونعكسها مثلا، يعني يخلي هنا الموجب وهنا السالب زي دي، كده البطاريتين مش هيشتغلوا. فبالمثل لو وجدت الاعمده متوصله موجب قصاد سالب وسالب قصاد موجب، هنا بتعمل جمع للقوى الدافعه. يعني مثلا لو البطاريه دي مكتوب عليها او الحجاره 7 فولت ودي مكتوب عليها 5 فولت،
طالما الموجب قصاد السالب يبقى القوة الدافعة 12 فولت. طب هنا موجب قصاد موجب وسالب قصاد سالب، هنا بنعمل عملية طرح. يعني لو دي 7 فولت ودي 2 فولت، المفترض الناتج هيبقى كام فولت؟ 5 فولت. طب هنا لو سالب قصاد سالب برضه بنطرح. لو هنا 7 فولت وهنا 2 فولت، الناتج طرحهم بيساوي كام فولت؟ 5 فولت. فالخلاصة هنا لو الأقطاب المتعاكسة قصاد بعض بجمع، لو الأقطاب المتشابهة قصاد بعض بطرح. الملحوظة اللي بعد كده إنه ممكن يعطي قيمة مقاومة مكافأة ويطلب إحدى المقاومات. يعني إيه الفكرة دي؟ إحنا في كثير من الأحيان بيجيب لي شكل فيه مقاومات جاهزة ويطلب مني المقاومة الكلية. افرض شقلب الكلام، يعني شل إحدى المقاومات واداني المقاومة الكلية. ففي المثال ده بيقول لك إيه؟ إذا كانت المقاومة المكافأة 10 أوم فإن قيمة R بكام؟ صلى على النبي. هنا أفكر بالمقلوب بالظبط، بسأل نفسي هو المفروض هنا، هجنب بس الشكل على جنب شوية، المفروض هنا إن المقاومة المكافأة على كلامك أنت بتقول إن هي ب10 أوم. ال10 أوم دي بتساوي إيه؟ بتساوي المقاومة اللي في فرع البطارية اللي هي 6 زائد ال20 والار توازي، فنقول 20 ار على 20 زائد ار. طبعا في طريقة للحل بالآلة الحاسبة، ولكن لو هنحلها يدوي ودي ال6 بإشارة مخالفة يدينا 4. 4 يساوي 20 ار على 20 زائد ار. اعمل مقص، 20 ار هيساوي 80 زائد 4 ار. 16 ار هيساوي 80، يبقى الار بيساوي 5 اوم. دي الطريقه اللي هجيب بيها مقاومه مجهوله في رسمه زي دي. مفهومه؟ نيجي هنا، اذا كانت المقاومه المكافئه بتساوي 13 اوم، عاوز قيمه ار هنا هعملها ازاي؟ هي المقاومه المكافئه ب 13 بتساوي الفرعين دول مع بعض على التوازي، 5 في 20 على 5 زائد 20 زائد الفرع ده معاهم توالي ار زائد دول توازي 24 في 8 على 24 زائد 8. يعني نكمل كلامنا، 13 بيساوي 4 زائد ار زائد 6. الخلاصة ان الار هتطلع هنا بكام اوم؟ 3 اوم. فالخلاصة ان مش طول الوقت هيجيب لك مقاومات ويقول لك هات لي المكافئ. احيان كتير جدا بيجيب لك المكافئ ويطلب منك احدى المقاومات. الفكرة السابعة، المقاومة المكافئة لو انت وصلت مقاومات متساوية على التوازي وعلى التوالي، ده احنا ما كناش ادينا له حقه بالزيادة اثناء الشرح، نحاول نديله حقه دلوقتي. في حالة التوالي المقاومة المكافئة هتساوي قيمة الوحدة في عددها. في حالة التوازي المقاومة المكافئة هتساوي قيمة الوحدة على عددها. فاحنا لو جينا نشاور عليهم هنقول والله المفترض ان هنا ار سمول دي او دي هي قيمة المقاومة الواحدة، وان الان هي عددها. تمام. تعال نشوف هنا ازاي السؤال بيجي على توصيل المقاومات بشكل لفظي. دور اول الثانويه العامه سنه 2014 بيقول له ايه؟ بيقول له هنا مجموعه من المقاومات المتساويه اذا وصلت على التوالي كانت المقاومه المكافئه بتساوي 100 اوم، واذا وصلت على التوازي كانت المقاومه المكافئه كام اوم؟ 4. عاوز قيمه كل مقاومه. تعال نفكر زي ما احنا شفنا المسائل اول مره، هي مجموعه من المقاومات المتساويه. اول ما شفت الكلمه دي قدامي انا استحضرت في ذهني قوانين المقاومات المتساويه سواء في التوالي او في التوازي، بس لسه ما قريتش. يعني طبعا لا انا عارف عددهم كام ولا قيمه المقاومه الواحده كام. بيقول لي هنا اذا كانت المقاومه اذا وصلت على التوالي كانت المقاومه المكافئه ب100. يعني المعلومه اللي عندي ان ار في ان بيساوي 100 اوم،
وإذا وصلت على التوازي كانت المقاومة المكافئة بتساوي 4. يعني في التوازي R على N بيساوي 4. أنا عاوز قيمة الوحدة، يعني عاوز قيمة R سمول. طب إزاي أجيب R سمول؟ اللي هيجي في ذهني إن عشان أجيب R سمول لازم أطير N. أنا ممكن أشيل N وأحط بدلها R على 4 وتتحل عادي. طب في طريقة تانية؟ ممكن نضرب الحد ده في الحد ده، يعني المقدار ده هضربه في ده فيطلع لي R في N في R على N. طبعا ده هيساوي ده في ده 100 في 4 ب 400. شيل N مع N كده R تربيع بيساوي 400. R تربيع ب 400 يبقى الR بيساوي 20 أوم. دي قيمة المقاومة الواحدة. المسألة اللي بعدها بيقول لي إيه؟ مقاومتان قيمة الأولى 3 أمثال الثانية. أقف هنا. لما يقول لك إن الأولى 3 أمثال الثانية معناها إيه؟ معناها إن في عندي مقاومتين، واحدة اسمها R1 والثانية اسمها R2. ولكن هو قال إن الأولى 3 أمثال الثانية. أنا هعلمك حاجة مهمة جدا، إنك دايما لما تيجي افرض الصغير الأول. حاجتين، لازم الأول تبقى عندك جرأة إنك تفرض. يعني لما يقول لك عندك فرعين طيار الفرع الاول 3 امثال الثاني، لازم تفرض واحد اي وواحد 3 اي. طب ده هيفيدني في ايه؟ ما هو لما يقول لك طيار الاول 3 امثال الثاني، فانت لو فرضت اي واحد واي 2 بقوا مجهولين، لكن لو فرضت 3 اي واي بقوا مجهول ايه؟ واحد. فنفس النظام لما يقول لك مقاومتان الاولى 3 امثال الثانيه، لو فرضت الاولى R1 والثانيه R2 بقوا مجهولين، لكن انا هفرض واحده بدلاله الثانيه. طب نعملها ازاي؟ نصيحه دايركت على طول، افرض المقاومه الاقل، افرض الحاجه اللي قيمتها اقل. هو مين اللي قيمته اقل، الاولى ولا الثانيه؟ الثانيه. فانا هفرض الثانيه R، يبقى الاولى كام R؟ 3R. لما وصلناهم على التوازي، في حاله التوصيل على التوازي احنا اتعلمنا ازاي نحسب المقاومه المكافئه في حاله التوصيل على التوازي بدلاله الار. قلنا مالناش دعوه بالار خالص. انا عندي هنا 3 وهنا كام؟ 1. فقلنا ان 3 في 1 على 3 زائد 1 ار بيساوي 3. هو اللي قايل. طب ما هو بناء على ده شيل الثلاثة مع الثلاثة يبقى ار على 4 بواحد. طب ما هو لو ار على 4 بيساوي 1 كده الار طلعت بكام اوم؟ ب4. طب ما لو الار طلعت ب4 كده الثلاثة ار دي ب12 والار دي ب4. طب لو وصلتهم على التوالي المقاومة المكافئة هتبقى R1 ب12 زائد R2 ب4. 4 زائد 12 كام اوم؟ 16 اوم. دي ازاي الاسئله بتيجي لفظيه؟ انت معتمد على قوانين التوالي والتوازي. النقطه الاخيره معانا هنا في الجزء ده مقاومه الاشكال الهندسيه. مقاومه الاشكال الهندسيه، لو تصورنا مثلا ان احنا معانا سلك، السلك ده وليكن عامل كده، وليكن السلك ده طوله 100 سم وليه مقاومه معينه. فلو فرضنا ان السلك ده طوله 100 سم ومقاومته الكهربيه وليكن 10 اوم. طب ماشي، وبعدين السلك ده لو انا جيت قسمته بالنص يبقى كل جزء فيه كام اوم؟ 5 اوم. يبقى كده ال 50 سم تقابل 5 اوم. ده من مبدأ ان المقاومة طرد مع الطول الموصل، طرد مع طول. فاحنا ممكن نقسم المقاومات حسب طول الموصل. فمثلا لو قال لك هنا سلك مقاومته 24 اوم، عندي هنا سلك مقاومته 24 اوم، وبالتالي انا عندي هنا السلك اهو مقاومته 24 اوم. احسب مقاومته اذا شكل كحلقه ووصل المصدر بين طرفي قطر فيه. لو السلك ده انا عملته حلقه ووصلت المصدر بين طرفي قطر فيها، هعمل ايه؟
صلى على النبي. انا عندي السلك هعمله حلقه وهوصل المصدر بين طرفي قطر فيها. هوصل المصدر بين طرفي قطر ازاي؟ اهو هندخل التيار من هنا وهنخرجه من هنا. هو السلك هو مفروض مقاومته 24 اوم، لما اتعمل حلقه لسه 24، بس احنا كده قسمناها قوسين. القوس اللي فوق نص ال 24 12، والقوس اللي تحت نص ال 24 12. فانا عندي قوسين، قوس فوق وقوس تحت. 12 و12 توازي بكام؟ توازي ب 6 اوم. 12 في 12 على 12 زائد 12، او من اللي قلناه دلوقتي 12 على الاثنين بكام؟ ب 6. طب ماشي. طب لو وصلناه كمثلث متساوي الاضلاع ووصلنا مصدر بين راسين من رؤوسه، دي نعملها ازاي؟ تعالى كده نتصور انك عملت مثلث متساوي الاضلاع. طب انت لو عملته اصلا مثلث متساوي الاضلاع من اسمه اضلاعه متساويين، فكل ضلع فيهم كام؟ 8. وبالتالي 24 على 3 فيها 8. وهنوصل المصدر بين راسين من رؤوسه، اصبح من هنا لهنا فرع ب 8 وفرع ب 16. 8 في 16 على 8 زائد 16. نروح بقى للحته المهمه دي. لو عملناه مستطيل ا ب ج د، طوله ا ب ضعف عرضه ب ج. امشي واحده واحده. ده مستطيل ا ب ج د اللي هو قاله ا ب ج د، طوله ا ب ضعف عرضه ب ج. انا علمتك ازاي اصلا تفرض من الاول الصغير. فاحنا لو فرضنا ان عرضه اكس يبقى طوله كام اكس؟ 2 اكس. طب ما هو ده يبقى اكس يبقى ده 2 اكس. يبقى السؤال هنا المفترض محيطه كله كام اكس؟ محيطه كله 6 اكس. اهم ال 6 اكس دول مقاومتهم اصلا كام اوم؟ 24. طب انا لو عاوز الضلع ا ب بس اللي هو 2 اكس، هتبقى مقاومته كام؟ هو من مبدأ ان R1 على R2 بيساوي L1 على L2. معايا؟ افهم من هنا ان المقاومة المجهولة هنا هتطلع كام اوم؟ المقاومة المجهولة هنا هتطلع 8 اوم. كده انا اكتشفت ان ا ب 8 وان هنا 4 وان هنا 8 وان هنا 4. لما اوصل بقى ما بين ا ب زي ما هو وصلني من شوية، كده انت عندك فرعين، فرع هنا ب 8 وفرع هنا ب 16. فاقول له في الاخر ان المقاومه 8 في 16 على 8 زائد 16. شوفوا المقاومه بكام. دي كانت مجموعه من الافكار ما قبل تجزيء شده التيار وتعيين التيار وتعيين فرق الجهد. كان الجزء المتمم لتوصيل المقاومات الكهربيه على التوالي وعلى التوازي.